بصراحة الكورة مع موسيماني شكل تاني خالص، شكل حلو، شكل جميل. بقالنا كتير ما شفناش النادي الاهلي بيقدم كورة على الارض جميلة بالشكل ده. الكورة بتطلع من تحت صح جدا وبدون تشتيت، اللعيبة بتظهر لبعض في اماكن ممتازة، وده شفناه في الهدفين اللي جم. الاهلي كان عايز يخش بالكورة جوه الجون، وانا قلت لكم قبل كده ان مروان محسن ما تحكموش عليه طالما ما فيش لعيبة بتوصل له كورة لل 18. مروان محسن لعبه داخل الصندوق، وده شغل مدرب، ان الخطوط كلها تبقى متقاربه من بعضها، والكره تطلع صح من خط الدفاع لخط الوسط لخط الهجوم، ونلاقي اللعيبه كلها بتظهر لبعضها بشكل سليم واكثر من رائع. ده فعلا شغل مدرب، واللعيبه بتقدم اداء مميز جدا وبدون اي ضغوط وبدون اي عصبيه. فعلا موسيماني بصمته ظهرت على اداء فريق النادي الاهلي. بس انا منتظر اتفرج على الشوط الثاني واحكم على اللعيبه الناشئين اللي اختارهم وصعدهم لقائمه مباراه اليوم. انا كنت قدمت فيديو من شهر ونص لشادي رضوان، وهو اختار مع شادي رضوان اكتر من لاعب، فانا عايز اشوفه هيقدم اللعيبه دي ازاي، والوقت اللي هينزلهم فيه توقيته ايه، علشان يصنع من اللعيبه دي نجوم لمستقبل يفيد اللاعب ويفيد المدرب، وفي النهايه بيفيد النادي الاهلي. نفسي ينجح مع الناشئين زي